وأما الفترة الزمنية من سنة 300 ميلادي إلى أن دخل الإسلام في اليمن، فتعرف هذه الدولة بالدولة الحميرية الثانية، وعرف ملوكها بملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت. وقد توالت على هذه الدولة الاضطرابات والحوادث، وتتابعت الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية فيما بينهم، لذلك ضعفت الدولة وجعلت اليمن عرضة للتدخل الأجنبي الذي قضى على استقلال اليمن وملوكها. وفي هذا العهد دخل الرومان إلى عدن، وكانوا معهم الأحباش لأول مرة سنة 240 ميلادي، مستغلين التنافس الكبير بين قبيلتي همدان وحمير من العرب العاربة. واستمر احتلالهم لليمن إلى سنة 378 ميلادي، ثم رجعت اليمن إلى الاستقلال مرة أخرى، ولكن بدأت تقع السلامات من سد مأرب حتى وقع السيل العظيم الذي ذكره القرآن بسيل العرم، وذلك في سنة 450 ميلادي، وقيل سنة 451 ميلادي. وكانت حادثة كبرى أدت إلى خراب العمران وهجرة الشعوب من اليمن. وفي سنة 533 ميلادي قاد دونواس اليهودي حملة كبيرة على المسيحيين من أهل نجران، وحال دونهم ودون ديانتهم المسيحية مستعملا القوة، ولما أبوا ذلك قدّى لهم الأخدود وألقاهم في النيران، وهذا الذي أشار إليه القرآن في سورة البروج بقوله: قتل أصحاب الأخدود، آية رقم 4. وكان لهذا الحادث سبب كبير في نقمة النصر